الحق يعني أنا سألت أكتر من حدا فقالوا لي إنه هو ما بيحس بالشي اللي عم يصير، ما بيحس إنه هو مثلا عم ينسى أو في شي عم يصير معه، فهي شوي بتخفف إنه هو ما عم يتعذب. هاي الفكرة بتريحك شوي. وخلص إذا أنا بدي ضل أتعاطى بحزن وبعاطفة وأتذكر كيف كان وأتذكر هيك، فرح ضل منهارة. تمام، وما رح أقدر أكون قوية بالنهاية. أنت بدك تكون سند لأهلك بأي شيء بيمروا فيه، فما فيك تكون سند وأنت ضعيف. طيب بتحكي شوي عن أول شي بابا كيف صارت صحته الأستاذ هاني السعدي، إن شاء الله يكون بخير. الحمد لله، يعني حالته مستقرة فينا نقول. ما في شيء جديد يعني، ما بس في هو شي الحمد جديد. لله يعني لسه صحته فيه يعني. كانت روعة سابقا طلعت مم. بإطلالة إعلامية وحكت عن الحالة اللي عم بيعاني منها مم. الأستاذ هاني السعدي واللي هو ألزهايمر. مم. هي من إمتى بلشت صحته تتراجع؟ يعني تقريبا 4 سنين، من 4 سنين. هيك شيء يعني. أنت ربا كيف عم تتعاطي نفسيا مع مرض البابا؟ يعني هي الحالة ما حدا بيفضلها أنه تصير، مم. وهي فيها شيء مزعج ومؤلم. أنت كيف عم تتعاطي مع الموضوع؟ هلا هي الصعوبة طبعا ببداية مم. المرض، ببداية الموضوع، بس هي الحمد يعني هي اللي خفف شوي إنه ما في حالة صدمة. مم. يعني بمعنى إنه كان شيء تدريجي، مم. أو التراجع عم يصير يعني بشكل تدريجي. مم. بعد شوي إنه خلص أنت بتكون شوي متوقع. مم. دائما الواحد بتوقع الأسوأ. بيتوقع الأسوأ أو بيعرف تطورات المرض مثلا، تمام، عندك فبيهيئ حاله فكرة أنت نفسيا. شو ممكن يصير، لوين ممكن يوصل. فحاليا أنا بمرحلة يعني مجمدة العاطفة بالتعاطي. مم. لأنه الحق يعني أنا سألت أكتر من حدا فقالوا لي إنه هو ما بيحس بالشي اللي عم يصير، ما بيحس إنه هو مثلا عم ينسى أو في شي عم يصير معه، فهي شوي بتخفف إنه هو ما عم يتعذب. مم. هاي الفكرة مم. بتريحك شوي. وخلص إذا أنا بدي ضل أتعاطى بحزن وبعاطفة وأتذكر كيف كان وأتذكر هيك، فرح ضل منهارة. تمام، وما رح أقدر أكون قوية بالنهاية. أنت بدك تكون سند لأهلك بأي شيء بيمروا فيه، فما فيك تكون سند وأنت ضعيف. أنا بحاول أتعاطى مع الموضوع شوي بقوة. مثل ما قلت لك، جمود مشاعر، يعني ما أفكر بموضوع، أنا بتعاطى معه، عم بحكي معه مو أي. أكتر. ما عم فكر إنه بلحظتها كنت كتير فكر، هلأ لا، ما عم فكر إنه هو كيف كان كيف صار واللازم منه. لا، الحمد لله، ضل بقول الحمد لله صحته فيه. أي. الحمد لله. مين بيناتكم الصبية اللي هي عم بتعطي القوة للبقية، بتقويكم يعني؟ والله يعني أكيد كلكم. كلنا يعني، ما في حدا معين يعني، مم. نحن بنقوي بعض. مم. يعني الحمد لله العلاقة بيناتنا تبادلية. مم. يعني يوم أنا بقوي أختي، يوم تاني أختي بتقويني هيك. بقصد بهيك حالة مثلا في مرض، مم. فدائما بيجي الشخص انه يلا ما بدنا نضعف، ما بدنا نبكي، نحن بخير، عرفتي؟ ما الصراحة أكون معك صريحة، ما إجت هي اللحظة بهذا الشكل اوكي. المباشر. امم. تمام، بس أنت بالمواقف اللي بتصير بالكذب منقوي بعض. حسب بقى كل صبية حسب وظروفها ايه، تمام تمام حالتها النفسية. تمام. طيب هي كيف بلشت الحكاية؟ هي بلشت نفسية أول شيء. امم. أم، نفسيته تعبت. ايه، الحرب كتير امم. كتير أثرت علينا. امم. يعني هي بلشت الحالة النفسية اللي عند بابا هيك تسوء بالحرب، امم. الأحداث. يعني بابا كتير كتير يعني. أثرت. هو يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، إنه هو بالوطني. يعني امم. إنه مثلا على الأخبار عن كذا، حتى عن فلسطين. يعني يعني لهلا بضل متأثر بوقتها امم. قبل ما يصير الزهايمر قصدي امم. يعني. لوقتها فهو بضل متأثر وعم يحكي بالموضوع، فالحرب كتير أثرت عليه. بعدين موضوع الشغل يعني ما عاد في بيع للأعمال. ولهلا يعني عنده أعمال ما أنا بالدرج. بالدرج موجودة ومكتوبة
ايه فهذا هي كانت البداية يعني. بعدين اتطورت الأمور، صار في بداية تبعات نسيان وكذا وهيك. هيك بلشت. مم. هذا الموضوع غير نظرتك للحياة؟ أم، خصوصي يعني انت عندك فوبيا المرض. ايه بحسسك هو بشكل عام، يعني مو بس بابا، أي حدا بحسك قديش الإنسان ضعيف، مم. وبلحظة بيكون بمكان بصير بمكان تاني تماما. مم. مم. هي الشيء اللي بصير برا الخطة. ايه يعني انت بتكون شايف الامور جايه مم. بمنحى، بعدين بتلاقي لا، انه بلحظه كل شيء بيتغير. هسأل سؤال قد يكون هيك قاسي شوي، بس أحيانا بتصير معنا. مرقت عليكي ولو لحظة خلال كل هي التجربة الصعبة مع الوالد مم. وقلتي يمكن الموت أفضل أو أريح بيكون لإله؟ لا. ما مرت. لانه مثل ما قلت لك قبل شوي، طالما الانسان ما عم يتعذب، ما أوكي. في وجع الحمد لله، فلا، ما بفكر بهذا الموضوع ابدا. يعني الله منعم علينا انه لهلا الامور هيك، مو اكتر من هيك. الحمد لله. الحمد الله لله. يطول بعمره يا الله رب ويحمي يسلمك، لكم خلي إياه. لك اهلك. ربا، خفتوا يتم استثمار هذا الموضوع إعلاميا؟ ما بنسمح مم. ابدا. خلص في صورة لبابا، آم، يعني مو بنحاول، احنا هيك عم نعمل انه تضل هي الصورة. موجودة. ايه ما بنسمح انه يستثمروها بأي طريقة كانت. صار وقريتوا خبر مم. عن والدك وزعجكم العنوان أو التفاصيل، أو حتى كان في اختراعات؟ يعني بتعرفي الناس أحيانا بتخترع مم. وبتنزل. لا ما صار. ما بتذكر انه صار وقرينا هيك شيء يعني.